ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا. رجعنا لكم اهو بالطبليه زي ما قلت لنا امبارح في اللايف. فين قعده الطبليه؟ وحشتنا قعده الطبليه. رجعنا لكم بعد الطبليه. وكمان بافلي معانا النهارده، بقاله فتره ما يطلعش معانا، صح؟ هو بصراحه النهارده كانت الشيف نرمين كانت النهارده في مشوار، فاحنا قلنا بقى مره من نفسنا نريحها من ايه، من تعب المطبخ. طبعا لازم تحس بزوجتك كده ايه، مره كده من نفسك كده ايه، تروح ايه جايب اكله من بره كده. بس مش على طول يعني عشان ايه ما تفهموناش غلط. انا قلت لها بصوا انا عازمكم النهارده على اكله ايه، سمك، فجبت لهم سمك مشوي وسمك مقلي. بافلي النهارده بقى هو اللي هيفتح الاكل ويدوقنا كده ونقيم الاكل بقى. يلا يا بافلي، يلا كده سمي كده، يلا علي صوتك كده. انت بتفتح خزنه ولا ايه؟ كده كده يا بابا، كده يا بابا. ايوه برافو عليك يا بابا. بص بقى السمك كده والاكل ماما ولا الاكل ده بتاع السمك بره؟ المقلي. بص السمك المقلي عامل ازاي. هو بصراحه يعني شكله تحفه، يعني مش بطال، يعني كويس. وطبعا عملنا كمان بتاعي بيكون متقرمش من بره عن كده. احنا لسه ما دقناش. وادي السمك، ريحة السمك طالعة جامد. ده سمك مشوي رده. هو بافلي بيحب المشوي، فبناء على طلب استاذ بافلي قلنا له هنجيب لك مشوي زي ما انت عايز. طبعا هندوق بقى كده، هندوق بقى كده ونقول لكم راينا ايه. يلا مين اللي هيدوق؟ انت عايز عيش؟ عايز عيش. مستر بافلي اتفضل يا استاذ بافلي. سمي كده قبل ايه ما تاكل. دوق كده، دوق يلا اتفضل. اتفضل كده دوق. كمان ده جاي مع السمك ده ولا لوحده؟ لا مشتريه صدقيني. جبنا كمان كده باذنجان مخلل وجبت لهم طحينه. هو الفكره كلها انك انت يعني يوم في الاسبوع كده ولا حاجه ممكن تريح مراتك تجيب لها اكل من بره. الطحينه طعمها حلو قوي. كده باذنجان مخلل كده جربه. السمك المقلي حلو بصراحة. ايه رايك؟ حلو السمك المقلي. عجبك؟ على فكره الناس كانت بتسال عليك امبارح يا بافلي. يلا. الناس كانت بتسال عليك امبارح. قلت لهم بافلي عشان جبنا سيره كاس العالم وكده. قلت لهم بافلي بيحب الكوره. قلت لهم بافلي شاطر في الكوره واي حد يساله سؤال في الكوره هيجاوب، يعني بيحب الكوره قوي يعني. حد كان بيسالك. انت هتقول لنا بقى المشوي ولا المقلي احلى؟ بيقول لك اسالني في الكوره. اسالك في الكوره. طيب يعني انا مش عارف اسالك فيه في الكوره. اي حاجة. بتحب احسن لعيب انت بتحبه مين؟ اساله اسئله بقى صعبه كده لبافلي ونسالها له. حاليا. حاليا يعني احسن لاعب انت بتحبه مين؟ حاليا ولا حاليا حاليا. واسمه ايه وبيلعب في نادي ايه؟ حاليا جواو بيدرو. اسمه ايه؟ جواو بيدرو. طبعا مش عارف الاسامي. ده جو بيدرو ده بيلعب فين؟ جواو بيدرو. جواو بيدرو ده بيلعب فين جو في بيدرو ده؟ تشيلسي. في تشيلسي. برازيل. قولوا لنا المعلومه دي صح ولا غلط، ممكن يكون بيضحك علينا. تشيلسي برازيل. تشيلسي. هو برازيلي. هو اصله وبيلعب في برازيلي. تشيلسي. وبيلعب في نادي تشيلسي. وبيلعب في تشيلسي. قولوا لنا بقى المعلومه دي صح بتاعته ولا لا. بافل الناس بتحب الكوره قوي وبيعشق الكوره. طب ما قلتليش السمك ده احلى ولا السمك سمك اللي ماما بتعمله؟ بصراحه مش كلام. يعني مثلا انت بتاعك 100% من ده 85%. ده يعني ده 85%. بص هو السمك حلو على فكره. بس انا بفضل حاجه البيت اكتر يعني. هو مكان نظيف وكل حاجه. بس بصراحه هو طعمه كويس جدا. احنا قلنا نريح النهارده نرمين ونجيب احنا ايه اكل من بره. شكرا ليك يا جوز العزيز. بس انا بحب اصلا اكل البيتي، يعني هو اكيد سامح عارف الموضوع ده. لا انا بحب الاكل البيت افضل واحسن، مش من مفيش احسن منه. بيكون نظافه وتوفير وطعم طبعا. ومفيش احسن من الاكل البيت. يعني انا مش مبسوطه عشان جاب لي اكل من بره، بالعكس. لا احنا لو في البيت بنعمل اكل بيبقى احسن بكتير طبعا واوفر. ومهما بنكون احنا بنغسل الحاجه هناك في المحلات اكتر، لا حاجه البيت برضو بتبقى انضف واحسن بكتير.
فمره كده من نفسكم عادي هاتوا اكل من بره عادي على حسب امكانياتكم، بس مش على طول اكل من بره عشان الاكل اكيد من بره مش صحي. وما تنسوش تشجعوا نرمين، كل مره هقول لكم كده برضه هتتضايقوا مني. شجعوا نرمين وشيروا الفيديو كتير، وما تنسوش تدعمونا على قناه اليوتيوب يوميات سامح ونرمين. شكرا على تعليقاتكم بتاعت امبارح، اتبسطت منها كتير. امبارح بصراحه الناس كانت متفاعله جدا معانا، وناس كتير شكرت فينا، وبجد احنا ما نستاهلش كل الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه لنا. ان شاء الله نبقى نكرر اللايف كده، يمكن على قد ما نقدر كل اسبوع مثلا مره مرتين عشان ما تزهقوش بس. يلا يا بابلي بقى نقول لهم باي. باي. يلا سلام. سلام.